المشكله ان بيبقى برضو دي اللي بتواجهني في العياده، ان بتجيلي مثلا هي خايفه تكشف احسن تكتشف ان عندها مشكله. ما هي في وقت لا قدر فيا الله حبيبه قلبي بالظبط يا حبيبي هتقعي فيه بالظبط يا حبيبي، انت محتاجه ان انت تحبي نفسك وتهتمي بيها وتروحي بسرعه، علشان في البدايه بيبقى حلو قوي العلاج وبيبقى وما تحتاجش حاجه. دلوقتي عندنا برضو ان احنا بنعمل روتين نبص على عنق الرحم في حالات معينه، في على فكره تطعيم نزل، وفي ناس كتير ما عندهاش الثقافه دي، تمام، بالذات الناس اللي بيجي لها تقرحات التهابات متكرره. كلمينا عنها معلش يا دكتور. دي ده فاكسين بيتعطى، تمام، بيبقى 3 جرعات، تمام، ليه سكادول معين كده حسب هو المكان اللي بقى موجود فيه، بندايركت الحالات ان هي تروح، وبسيط جدا، تطعيم زي هيباتيتس بي لو انت فاكره زمان كده، نفس الفكره. والحاله بتبقى ومن سن 16 سنه موجود. موجود في اماكن كتير في اسكندريه، فليه لا؟ طب يا جماعه ما هو نسمع العلم تطور وبقى جميل علشان يعني احنا بنزعل لما نلاقي حاله جايه خلاص في الاخر ومش عارفين نعمل لها ايه. طب دي حضرتك بتتعاملي معاها ازاي؟ لما تتعاملي معاها ازاي؟ في حالات للاسف غير اللي انت بتبعتيها لي طبعا بنعمل ما ينفعش تعمل عمليه خلاص، حاجه اسمها ان اوبرابل، فخلاص هنعمل تسمحي لي اقول حاجه للحاله دي؟ انا عايزه اقول لك حاجه، انا حاسه بيكي جدا، حاسه بوجعك، حاسه بان انت جالك صدمه كبيره من ان انت اكتشفتي خبر صعب في نهاياته يعني. بس خليني اقول لك حاجه حلوه، انت قدامك اختيارين، يا اما تقعدي الباقي متألمة وبتعيطي ومنهارة والحالة تتدهور زيادة وتبقي حاسة نفسك حمل وحاسة نفسك تعبانة وآلام شديدة جدا، يا اما تقرري ان انت تقومي وانت تقدري. على فكره وعايزه اقول لك على حاجه، انا سمعت ناس كتير جدا جالهم كانسر وكانت الدنيا فعلا صعبه جدا، النهارده هم بعد 25 سنه، انا بعمل دعم نفسي لمرضى الكانسر، فانا بشوف ناس بعد 25 سنه هم النهارده موجودين، على الرغم ان الطب نفسه قال مستحيل بالزبط. يعني اصلا في دكاتره اللي بيتابعوا الحالات قالوا لي ايه ده، ازاي؟ ارادتك مهمه جدا، حبك للحياه، ثقتك في ان انت مش متسابه، احنا كل حاجه في حياتنا مترتبه بالزبط. فانت لو واثقه في ده انت هتبقي كويسه، مع احترامي الكبير لألمك والاحساسك الصعب ان انت هتفرقي حبايبك، بس ممكن ما تفرقيش. على فكره انت ممكن تقعدي لاخر لحظه بتضحكي وبتبتسمي وتتصوري معاهم وتسيبي ذكرى حلوه، وده الاهم كمان لو عايزه بالظبط. يعني في حاجات نقدر نلحقها، ودلوقتي بقى عندنا كمان تجميد البويضات، فاحنا ممكن لو انت داخله تحدي كيماوي او حاجه بنجمد لك البويضات فعلا بتاعتك. لا اشرحي لنا دي يا دكتور، دي مهمه يعني جدا. زي دلوقتي الحاله يعني في امل، الحاله عندها مشكله في الثدي هتعمل العمليه، لا احنا بنجمد البويضات لان الكيماوي ممكن ياثر على جوده البويضات فاحنا بنلحقها بسرعه، بنجمد لها بويضاتها فتبقى موجوده بعد كده، بعد ما بتخلص الكيماوي بتاعها عادي الرحم موجود، الدنيا بتبقى كويسه جدا. في الاول ممكن يتشال مثلا لو المبيض يتشال واحد يبقى التاني لسه هنحافظ عليه وهكذا. اذا في حلول كتير، يعني حلول لجزء كبير، في جزء للاسف مش بايدينا، بس في جزء كبير 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 ليه علاج وليه حاجات انت متخيله ان انت مثلا اخدتي دلوقتي كيماوي والدنيا باظت، طب ما تسالي الاول قبلها، صدقيني هتلاقي اللي يساعدك. انا عايزه اقول لك ان لا يأس مع الحياه ولا حياه مع اليأس. مستنيينكم ان شاء الله كله يبقى كويس ومستنيينكم